مساء الفل عليكم، يا رب الكل يكون بخير. في نقطة كده بسيطة عايز اتكلم فيها. الناس اللي بتقارن مجال العربيات في امريكا والناس اللي بتقارن مجال العربيات في مصر، اقول لك على حاجة. انت لو اشتريت هنا العربية في امريكا جديدة، العربية بتخسر بعديها بسنة، كل سنة كل ما العربية بتخسر. بمعنى لو اشتريت عربية ب40,000 جديدة، بعد 5 سنين ممكن تعمل لها على حسب انت ماشي عليها قد ايه، تعمل لها تريد ان مثلا ب15-20. فانت خسرت نص المبلغ او فوق نص المبلغ. لو انت في مصر العربية بتاعتك بتبقى قاعدة تحت بيتك سنة 2002 و2003 والثمن بتاعها عمال يزيد. عشان كده برضو في مصر اسعار العربيات عمال يغلى، وعربيتك القديمه ما هي بتغلى برضو. يعني هنا في امريكا هو سياسه البلد هنا في مجال العربيات. مثلا انا هتكلم على الحاجه اللي الوحيده اللي انا فاهمها، انا في مجال العربيات. فدي السياسه بتاعت مجال العربيات، ان سعر العربيه بتاعك بيقع اول ما بتطلع من الديلر شيب وانت لسه شاري عربيه جديده اصلا. فانت شاري عربيه الفاليو بتاعها بيقع على طول. لكن انت في مصر يقول لك دلوقتي مثلا انا معايا عربيه 2007 مش عارف ايه، انا عايز ابيعها ب 300,000 مثلا. عربيه مش عارف 2015 ابيعها بمليون. مفيش هنا في امريكا كده. يعني انت في مصر بتدفع في عربيه بالفاليو بتاعها عمال يزيد اصلا. الاسعار بتزيد، ما انت الفاليو بتاع عربيتك برضه عمال يطلع. يعني اللي معاه عربيه برضه شاريها مثلا ب 100، دلوقتي يقول لك انا اقدر ابيعها بمليون. طب انتوا برضه يعني انتوا مش عاجبكم فكره ان الفاليو بيطلع وعربيتك بتطلع والاسعار بتطلع، ويقول لك اصل في امريكا العربيات بتاعتكم رخيصه. ايوه يا عم، انت العربيه بتاعتك هنا مش استثمار زي مصر. يقول لك انا عايز استثمر فلوسي اروح احطهم في عربيتين ثلاثه. هنا انت العربيه تشتريها، لو فكرت تستثمر في عربيات انت بتخسر. لو جبت 5 عربيات ب100,000، بعديها ب5 سنين هتاخد 20,000. فبص للفكرة ماشية ازاي، يعني كل بلد سياستها ماشية ازاي. بس كده. يومكم هنا.